بحب ان عيالي يتعلموا لان مستقبلهم. هقعدهم في البيت مين هيديهم؟ اودي ابني المدرسه ازاي بناء على فصل فيه 70 طالب والمرض منتشر؟ النهارده لو طالب المرض مسكه راحت مدرسه بحالها، وزير التربيه يفرح ان هو يقول لك انا بجمع مدارس وبعمل وبسوي عشان فلوس. هو مش موضوع خوف، يعني المهم الواحد يبقى نظيف، يعني يتعامل مع الحاجه بنظافه. يعني مثلا انا بشوف اطفال مثلا اللي بينطوا من السور، اللي بيلعبوا في الزباله، اللي مثلا تقعد تشخبط. احنا بنشوف مدارس حواليها خضروات وحواليها حاجات يعني شكل مش كويس، مش حضاري خالص. لما نحس ان في امان هنودي عيالنا المدارس، لكن طول ما في عدوى مش هنقدر نودي الاولاد المدارس. وانا ليا زمايلي طبعا تعاقدوا مع مدرسين في البيوت ان هم ياخدوا دروس لاولادهم وكده، فانا واحده من الناس ارمله عندي 3 اولاد، فجوزي طبعا متوفي معيش ان انا اجيب مدرسين واديهم كل الدروس. هل في امكان المدرس ان هو ينهض بالطلبه بتاعته بالتلامذه بتاعته بانه يخلص المنهج، ولا هتبقى العمليه فيها سرعه وكروته والطالب هيطلع بلا فائده؟ نتيجه التاجيل ده هيترتب عليه ان الطالب مش هيستوعب المنهج. 2 مدرسين عشان اشتغل مع نص الفصل ده النهارده واشتغل معاه نص الفصل ده بكره. هل في تاجيل تاني ولا ده يعني مثلا حاجه نهائيه؟ وفي ناس تقول لك لا ده هيبقى في تعليم عن طريق الانترنت والتلفزيون وكده. احنا مش عارفين هل الطالب او العيل الصغير اللي بينشأ ده هل هيستوعب الحاجات دي؟ ابني هوديه المدرسه 3 ايام، وال3 ايام التانيين لو قعد فيهم هينسى اللي خده، يبقى كده السنه كده ضايعه على العيل. السيدات والسادة، مساء الخير. بعد أقل من أسبوع يبدأ ماراثون العام الدراسي الجديد. في كل عام في هذه الأيام كنا نطرح أسئلة حول المناهج، الأبنية التعليمية، الكتب الدراسية. أما هذا العام فلا صوت يعلو على صوت الحديث عن إنفلونزا الخنازير. بعد أقل من أسبوع يبدأ العام الدراسي وسط حالة ذعر هي مشروعة من ملايين الأسر المصرية على أولادهم من الوباء. البعض قرر ألا يذهب بأولاده إلى المدارس كما سمعنا، وليكن ما يكون، والبعض الآخر لا يعرف ما الموقف الرسمي حتى الآن، والجميع ينتظر حتى إشعار آخر. عشرات التساؤلات الحائرة نسمعها يوميا في الشارع والبيت والمقهى والعمل، والجميع ينتظر الإجابة. السيدات والسادة، هل سيتم تأجيل العام الدراسي مرة أخرى رغم التأكيدات المتعددة؟ وما هي احتياطات وزارة التربية والتعليم في حالة انتشار الفيروس؟ هل تم توفير عقار التاميفلو لجميع الطلبة؟ وهل ستصبح الدراسة 3 أيام فقط أم فترتين؟ هل سيؤدي هذا إلى تقليص المناهج؟ وهل سيأتي على حساب جودة المادة التعليمية؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه القنوات التعليمية في هذه الأزمة؟ كيف تصرف العالم في هذه الأزمة وماذا نحن فعلنا في المقابل؟ ومتى يمكن أن تتخذ وزارة التربية والتعليم قرارا بإغلاق المدارس؟ السادة والسادة، نستمع الآن إلى وجهة نظر المسؤول الأول عن الملايين من التلاميذ والطلاب المصريين، دكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم. أهلا بك فندم. مساء الخير. أهلا. مساء الخير. أبدأ معك في البداية بسؤال يبدو محير. هو إحنا مزودين الأمور شوية في التعامل مع هذا الموضوع؟ العالم كله تقريبا بدأت الدراسة فيه، العالم كله المدارس منتظمة، العالم كله إلا قليل خلينا أقول الأمور فيه أكثر استقرارا. هل إحنا مزودين المسألة شوية بالنسبة لنا؟ هو الحقيقة يمكن في مصر لو نلاحظ يعني أول ما ظهر هذا كان في إبريل، وبدأنا خلال فترة الصيف وزارة الصحة اتخذت بعض الإجراءات الأكثر احتياطا بالذات في المطارات وكلنا لاحظناها، وده كان مهم الحقيقة للتعامل مع هذا الوباء. ويعني برغم أنه البعض بيرى أن في تزايد قليلا وفي احتياطات أكثر من دول أخرى، لكن الحقيقة نتيجة لهذا لو بصينا لمصر بنجد أن احنا يعني حتى الآن في عندنا أكثر قليلا من 900 حالة ومنها 2 حالات وفيات. على المستوى العالمي لما بننظر إلى الجدول اللي موجود في ترتيب الدول من ناحية يعني موقف الإنفلونزا H1N1 فيها، بنجد أن مصر من أفضل 3 دول لأنها بتعتمد على عاملين: عدد الإصابات لكل مليون، وفي مصر 11.5%، عدد الوفيات لكل مليون، ودي 3% لكل مليون. فبنتكلم على 11.5 لكل مليون، 11.5 لكل مليون في الإصابات، و3%
الوفاه، وده بيضع مصر 3% في المليون في المليون عشان بالظبط 3% في المليون، وده الحقيقه بيضع مصر في موقف جيد نتيجه هذه الاجراءات اللي تمت والتعامل مع العرض بحرص قد يكون زائد حد ما. طب اذا الامور كده، واذا مصر في هذا الوضع الجيد نسبيا مقارنه بدول العالم الاخرى، ليه احنا اخذنا قرار بتاجيل المدارس اكثر من مره؟ هو القرار كان تأجيل لمدة أسبوع، احنا كان المفروض نبتدي أمس اللي هو يوم 26، إنما هذا الأسبوع الحقيقة كانت نتيجة عاملين مهمين. العامل الأول وهو عودة المعتمرين ووجود فاصل زمني بين عودة آخر أفواج المعتمرين وبين بداية الدراسة. فارتوي إنه وجود فاصل زمني أسبوع أو أكثر ده هيدي فرصة إذا كان في شخص وصل وفي مرحلة حضانة المرض إن هو يعني يظهر عليه وبالتالي سواء كان معلم أو كان واحد من أولياء الأمور مفيش شك إن ده هيكون عنصر أمان أكثر. العامل الآخر وهو منح فرصة أكثر للمدارس للاستعداد، لأنه هناك إجراءات الحقيقة كتيرة تمت وبالمتابعة مع وزارة الصحة هنتكلم عليها ومع المحافظين. وجود هذا الأسبوع هيعطينا فرصة أكبر لإعداد مدارسنا لاستقبال أولادنا يوم 3 أكتوبر إن شاء الله. طيب استقبال أولادنا في المدارس يوم 3 أكتوبر، هل هذا يعني أنه ليس هناك أي نية أخرى لتأجيل الدراسة في خلال الأيام القليلة القادمة قبل 3 أكتوبر؟ هو الحقيقة مراجعة الموقف على مستوى المحافظات كلها زائد الموقف الصحي، لأنه هو له شقين، الشق التعليمي والشق الصحي. واليوم كان في اجتماع صباح اليوم حضروا كل مدير المديريات على مستوى الجمهورية وكل محافظة قدمت الخطة الخاصة بيها لإعداد المدارس، سواء من ناحية تقليل الكثافات أو من ناحية إعداد المباني المدرسية والتجهيزات، بحيث ان احنا نتعامل مع هذا الموضوع. الحقيقة كانت مطمئنة جدا، وان الاجراءات تمت وبيتم متابعتها من خلال وزارة التربية والتعليم وايضا من خلال وزارة الصحة. كل المؤشرات بتطمئننا وبتطمئن ايضا اولياء الامور ان البداية هتكون بداية مطمئنة يوم 3 أكتوبر إن شاء الله. إذا ليست هناك نية للتأجيل في المستقبل في الأيام القادمة؟ لا، ليست هناك نية للتأجيل حتى الآن. طيب الاجتماع اللي تم النهارده، الاجتماع كان مشترك اللي تم النهارده، إيه هي أهم النتائج؟ إيه هي الملامح اللي خرجتوا منها من هذا الاجتماع؟ هو الحقيقة كان يعني يمكن أهم عنصر اللي هو كان خاص بالكثافات. إن احنا بنتحدث عن هذا المرض، وهو كما هو معروف هو فيروس ضعيف، ولكن كل ما يميزه أو كل خاصية هي سرعة الانتشار. وبالتالي كلما قلت الكثافات مفيش شك ان ده عامل مهم جدا، ودي كانت توصية وزارة الصحة وابتدينا ننفذها بشكل مناسب لكل مدرسة. فطلبنا ان كل مدرسة تضع نظام يتم اعتماده على مستوى الإدارة التعليمية ثم المديرية ويعتمد من المحافظ باستخدام كل مساحة الحركة اللي موجودة. مساحة الحركة في أنه في مدارس كثافتها جيدة وبالتالي بتستمر كما هي، ودي معظم مدارس القاهرة بتستمر حتى 5 أيام. في مدارس أخرى بتستخدم يوم السبت. استخدام يوم السبت ده معناه أنه الجدول الدراسي